اخوتي الاعزاء، معكم اخوكم ابو سجاد. اليوم راح اعطيكم فائده عظيمه جدا باذن الله، وهي هذه الفائده بسوره الاخلاص، تكتب بهذا الشكل. وهي فائدتها ان من حملها يعود الى داره سالما غانما باذن الله. ومن الفوائد المجربه الاكيده الحتميه، أقسم بالله العظيم، من الفوائد الأكيدة المجربة الحتمية. وعليه سجلت هذا المقطع من الفيديو كي أنشره للاستفادة منه لإخوتنا في الجيش والحشد المقدس. من حملها معه يكون منصور ويعود إلى داره بإذن الله، لو كان مقيد بسناسل. أقسم بالله لو كان مقيد بسناسل، لو كان في حبس أو أسر، يعود ببركة هذه السورة الشريفة المباركة. تكتب بهذه الطريقة أخوتي الأعزاء، لاحظ معي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوان، السر اللي هسه موجود بهذه السورة، أولا هنا 7 كلمات وهنا 7 كلمات. لاحظ 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. بعدها نقسمها إلى قسمين. هذه السورة نقسمها إلى قسمين. لاحظ أخي، إلى قسمين. هذا قسم، هذا قسم، وهذا قسم. هذا القسم يوضع في البيت، يوضع في البيت سواء في القرآن، ويكون أفضل إذا وضع في القرآن، ويكون أفضل إذا وضع في سورة ياسين. وهذا القسم الثاني يوضع في جيب الشخص، يوضع في جيب الشخص. جزء يوضع في البيت وجزء يوضع في جيب الشخص. بإذن الله لا تفترق هذه السورة عن هذه السورة، عن هذا الجزء عن هذا الجزء، لا يفترق. ويعود حامل هذا الجزء إلى هذا الجزء بإذن الله. وهذه فائدة أكيدة ومجربة حتمية 100%. ومن الله التوفيق. خادمكم أبو سجاد.